قال لك انا مش شفت. قال لك انا ما بشربش طبعا مخدرات. شفته، هو اي حد في موقفه كمتهم هينفع اي اتهام عليه يعني. هو قال انا ما لكن- شربتش مخدرات، لكن العبره بالمستندات والتحليل وكل حاجه. طب والسرعه اللي قال لك اللي انا كنت 120 لا كيلو. لا لا خالص، لا 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 لما كانت السرعه دي المعاينات لا كان متجاوز. كان ما اقدرش اقول كان بالظبط، بس كان متجاوز كان بسرعه. متجاوز يعني. حضرتك فسر لنا لما سالت قدام المحكمه وحضرتك قلت قدام القاضي انك انت ممثل او مدعي بالحق المدني عن بعض افراد الاسره. هو ليه مثلا مش افراد الاسره كمان؟ لا لان انا معيش توكيل من القاصرتين مش من حقهم يصدروا توكيل رسمي معاهم في القضايا. الامر يتطلب الاول استصدار قرار وصايه من النيابه الحزبيه، وبعد كده والدتهم تعمل توكيل بصفتها وصيه على القاصرتين. فانا معايا توكيل من الزوجه والام والثلاث اخوات، لكن متبقي القاصرتين امهم بصفتها وصيه عليهم. اعمارهم قد ايه؟ 15 سنه و16 سنه. طلبات فيزا يعني كان هو طلب خلال سبيله. الامر راجع للمحكمه، انا ما بملكش المحكمه ليها رؤيه معينه مفيده بالنسبه للاسره ومحامي راي المحكمه وقرارها تمام. لا احنا مش تعقيب على قرار المحكمه، بس انا بقول لك هو مفيده للاسره لحضرتك وللاسره يعني بالنسبه للقرار ده. تقدر تقول عليها مفيده او مش مفيده، هي الامر هيبان لغايه جلسه 16/9. انا سمعت في بعض الشخصيات من يعني خارج الوسط القروي واتدخلت للصلح. لا ما عنديش علم بيه. وكان حضروا ماذا اعد المدعي بالحق المدني للجلسه المقبله؟ الامر يتوقف عن الفتره اللي هي حتى يوم 16/9 ايه اللي هيحصل فيها، لكن لو ما حصلش اي اتفاق او تصالح اي مكان احنا مستعدين بالدفاع بتاعنا سواء شفوي او مكتوب. واحنا بالنسبه لنا كمدعين بالحق المدني الامر قاصر على اثبات عناصر المسؤوليه، اما الدعوه العموميه كجنايه فالنيابه هي المسؤوله عنها. الحكم المتوقع بالنسبه للاعب احمد فتوح في حاله عدم اتصال؟ لا ما اقدرش اقول الحكم المتوقع لان بالنسبه لنصوص القانون هنتكلم قانون. هي بتبقى فيها حد ادنى وحد اقصى، والامر راجع للمحكمه بناء على المعطيات والمستندات اللي موجوده والكلام المكتوب في الاوراق. طيب حضرتك ما تعرفناش على حضرتك. انا شنوده مكارم فرج الله شنوده مكارم فرج الله المحامي بالنقض من اسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. حضرتك معالي المستشار. طب هنا حضرتك كلمنا عن كان في ليه المطالبات بتعويضات مدنيه وممكن الارقام المتوقعه او الارقام اللي ممكن اللي حضرتك يعني في نيه المطالبه بيها. المدني بيها المؤقت امام المحكمه الجنائيه بيبقى ادعاء مدني مؤقت بيحال الى المحكمه المدنيه محكمه التعويضات ويزاد المبلغ حسب طلبات ورثه المحكمه. كام مثلا المتوقع؟ على حسب لسه حسب الاتفاق مع الاسره؟ بس في نيه يعني يوصل الادعاء المدني المؤقت امام المحكمه الجنائيه ده بيبقى مؤقت، يعني اي مبلغ يعني. الكل بيتكلم دلوقتي عن الصلح وعن ان في صلح قادم يعني. اذا كان في صلح قادم الاسره هي صاحبه القرار الاول والاخير اتفق على الصلح، انا علي ان انا اصيغ الناحيه القانونيه وانفذها. ردود فعل الاسره وردود الفعل اللي موجوده في داخل الشارع والبيوت.